في يوم الراجل دخل بيته وشكله كئيب وحزين. دخل على مراته وقال بصوت مخنوق: الوالدة توفت النهاردة، حضر الشنط، احنا نازلين مصر حالا. الزوجة رفعت راسها وبصت له بدهشة وقالت له ببرود: ننزل مصر حالا ايه؟ لا يا حبيبي، انا مش ممكن اروح عزا قدام الناس وانا كده. انت عايز اخواتك البنات وبنات عمك والجيران يشوفوني بالشكل ده انا لازم اعمل شعري وضوافري، وبعدين ما عنديش حتى فستان اسود جديد البسه. الراجل واقف قدامها مبهوت، قلبه بيتقطع، وهي ولا على بالها. مسكت التليفون واتصلت بالكوافيرة وقالت لها: ايوه يا حبيبتي، احجزي لي ميعاد دلوقتي، في مصيبه حصلت وهننزل مصر النهارده. الراجل قاعد على الكنبة مطحون. وبعد 3 ساعات مراته رجعت البيت وظبطت حواجبها وضوافرها، حتى وشها شكله متغير كله. وهي بتحضر الشنط قالت له بكل برود: صحيح، نسيت اقول لك البقيه في حياتك ربنا يجعلها اخر الاحزان، واكيد مامتك في مكان احسن، ربنا اختار لها كده، مش عايزاك تزعل. الزوج بصلها باستغراب وقال: مامتي ايه؟ بعد الشر عليها، ماما كويسة وزي الفل، دي مامتك انت اللي ماتت. الزوجة وقعت الكيس من ايديها وشدت في شعرها وفضلت تصوت وتلطم. يا مصيبتي، انا عايزه انزل مصر حالا دلوقتي. الزوج وقف قدامها ساكت شوية وبعدين ضحك بسخرية وقال: ننزل مصر حالا؟ عليا الطلاق ما انا نازل قبل ما اعمل ساونا ومساج واظبط نفسي. هي امك احسن من امي ولا ايه؟